من بين هذه التوصيات كانت إعداد ورشة تكوينية خاصة بالزليج الجزائري، وهذا نحن نفي بالوعد مع شركائنا. نقول اليوم نحن حاضرين من أجل إعطاء أول دورة تكوينية تقام داخل مركز تكوين مهني على المستوى الوطني. نقول الهدف من هذه الورشة وهو تأهيل حرفيين مختصين في مهنة الزليج الجزائري. رانا حاضرين في الورشة هذه تاع الزليج التقليدي، وهي تكملة للملتقى الوطني الزليج الجزائري. ومن بين مخرجات هذا الملتقى تكون هذه الورشة اللي تجمع بين يعني حرفيين يعني تحت تأطير وصهر مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية تشلف، اللي نشكروهم. إن شاء الله تكون الورشة هذه تمد يعني حافز وتزيد يعني قوة لاسترجاع هذه الحرفة اللي كانت يعني في عصرها، يعني كانت شائعة في عصرها، وإن شاء الله نعاودوا نرجعوها إن شاء الله الواجهة. ونشكر يعني المدير على هذه الجهود المبذولة، يعني الجهود الجبارة اللي يقوم بها، وإن شاء الله نكونوا يعني جديرين عندهم يعني، وإن شاء الله نكملوا هذا المشروع سوية يعني مع الحرفيين ومسؤولين كاع كل القطاعات.